مرحبا، كيفكن حبيباتي؟ اليوم حبيت شارككن تحضيراتي لعيد ميلاد ابني، أو كيف قدرت لحق ب5 ساعات بس أعمل هذه السفرة من الساعة 1 للساعة 6 بالليل تماما. لأنه كتير منكن سألوني إذا كان عنا حفلات أو مناسبات كيف نقدر نلحق الأشياء كلها مع بعضها. بديت هون بعمل الكيك اللي هو أهم شي بعيد الميلاد. عملت الكيك بالبداية، حضرته جهزته دخلته على الفرن مثل ما شايفيني هون. هي آخر مرحلة. طبعا هون يعني فعلا كانت الساعة 1 الظهر وقت اللي دخلت على المطبخ لأعمل التحضيرات. وهيك بعد ما خلصت الكيك دخلته الفرن لحتى يصير. بهالوقت أنا عم جهز الكريمة لزينة الكيك، وبنفس الوقت بدي أعمل جزء منها للتشيز كيك. بدي أخلطها مع الجبنة لحتى أعمل الطبقة الفوقانية من التشيز كيك. مثل ما شايفين ضفت عليه الجبنة وحاولت هلا بدي أخلطه لحتى تندمج مع بعض. وكمان رح أضيف لها ظرف جيليه بشكل انه بكاسة مي وحدة. بدوب الجيليه وبضيفها على الخليط وبخلطهم مزبوط، وبعدين بدخلها على الفريزر هي والكريمة تبعت التزيين. وبعدين بقى بيجي على مرحلة تانية للشغل مشان أكون خلصت من الأشياء الأساسية اللي عندي إياها. طبعا المرحلة التانية بدي أعمل سينابون، فجهزت طحين السينابون والخلطة اللي بدي أضيفها عليها الخميرة وجهزت الأمور كلها وخلطتها بالخلاط لحتى جهزت العجينة تماما. هلأ بشيلها وبحطها بزبدية وتركها تتخمر لمدة تقريبا نص ساعة أو ساعة حتى بهالشكل. وبعدين ببدأ بخطوة تانية اللي هي بدي أعمل الحشوة تبعية السينابون. عملتها جهزتها، وبعدين بدي أعمل العجين لحتى أعمل الفطاير والبيتزا والأشياء هاي. جهزت العجين مع الزيت مع الخميرة. طبعا استعملت طريقة يعني كتير نجحت فيها العجينة، والعجينة نفسها استخدمتها لكل أنواع الفطاير اللي عملتها. وهيك خلطت المزيج مع العجين مع الطحين عفوا. بعد ما تركته يرتاح لمدة تقريبا نص ساعة بخلطهم مزبوط مع بعض، وبعدين بحطهم ببولة كبيرة، وكمان بسكر عليهم بتركهم ليختمروا لمدة نص ساعة أو ساعة. هلأ برجع على عجينة السينابون لحتى أعملها بهالوقت اللي بتكون فيه عم تختمر عجينة الفطاير. مثل ما شايفين هون بقسمها لقسمين وببدأ بفردها. طبعا حاطة من تحت طحين مشان ما تلزق العجينة. بفردها لحتى تصير على شكل مستطيل مثل ما شايفين هون. وهلأ بدي احط الحشوة تبع السينابون داخلها، وبدي ابدأ سكرها. برجع كمان طبعا بعمل الجزء الثاني رول تاني. هيك عم بفرد
حشوة السينابون اللي هي عبارة عن سكر وقرفة وزبدة. وهلأ ببدأ بلفها لحتى أحصل على رول، وبعدين بفرد التانية وبلفها لأحصل على رولين مثل ما شايفين هون. بقطعهم وبحطهم ببركسة، وبعدين بدهنهم بصفار البيض على وجههم مشان يعطونا لون ذهبي. بعد ما بيطلعوا من الفرن يكونوا لونهم ذهبي. بسكر عليها وبتركها شوي قبل ما أخبزها، حوالي نص ساعة لحتى ترتاح مرة تانية. هلأ هون أنا عملت التوبينج تبع السينابون اللي هو عبارة عن جبنة وحليب وسكر. بهالوقت كمان برجع على العجين، بيكون عجين اختمر ومشي حاله، باخد جزء منه وببدأ بدي أعمل الدائرة تبعية البيتزا. بفردها مثل ما شايفين على شكل دائرة، وبعدين بحطها بالصينية. هلأ بجيب صينية تانية بحط فيها زيت وبقطع فيها العجين بهالطريقة مثل ما شايفيني عم بقطعه بهالشكل لحتى أحصل على كرات متعددة. بستمر هيك لحتى أخلص العجين كامل. وهيك بجهز أول صينية لحتى أعملها خبز بفليفلة، فلفل يعني. وبجهز كمان صينية تانية بدي أعمل فيها خلية النحل اللي هي عبارة عن كرات محشوة جبنة. هلأ بتشوفوها مع بعض. هلأ هون أنا عم جهزها، كل طابة عم بحط فيها كمية من الجبنة. طبعا الجبنة أنواع كانت. وبعدين بلفها، بسكر الكرة، بحطها بالصينية وبحطهم، بس بحرص اني احطهم جنب بعض يعني قريبين من بعض، لانه هلا على الخبز رح يكبر حجمهم ويلزقوا مع بعض وتصير كأنها خلية نحل. بستمر هيك لحتى اخلص الكمية كاملة. هلا بحط على من فوق سمسم على وش الطابات، بس ما كلهم سمسم، بدي احط جزء سمسم وجزء حبة البركة. هيدي حبة البركة كمان هيك بتكون جاهزة لتدخل الفرن. بضغط عليهم شوي لحتى ما تهر. طبعا انا دهنتها قبل ما احط لها حبة البركة، دهنتها بصفار البيض. هون عم بعمل دوائر الهوت دوغ مثل ما شايفيني بشكل بيضوي، مع اني انا ما بحب الهوت دوغ، ما بحب طعميهم منه، بس ابني اللي كان عيد ميلاده بيحبه، لذلك عملت لهم اياه. وهيك لحتى اخلص الكمية كاملة. بهالوقت كنت عم بخبز السينابون، بطلعه من الفرن وبحط له توبينج الخاص فيه، بس ما بحطه كله، بحط جزء منه وبترك الباقي لوقت التقديم. اللي بحب يضيف منه بضيف. وهي خلصت معنا اول شغلة. هلا بكون بهالوقت الكيك برد، يعني وبطلع الكريمة من البراد وببدأ بزين الكيك. بكون هيك خلصت من أهم شغلتين يعني عندي ياهن
الأهم يعني بالنسبة لعيد الميلاد. وهيك لحتى خلص زينته، بعدين برجع بجي على عجينة البيتزا اللي أنا حضرتها، وهون عم بعملها بطريقة أنا ما يعني أول مرة بعملها. إلي بالعادة حشوة البيتزا أعملها بطريقة تانية. هالمرة استسهلت هيك وكان الوقت ضيق، فقلت هيك أسرع. جهزتها كاملة وحشيتها من الجوانب بالجبنة. جوانب البيتزا كلها حشيتها بالجبنة، ضفت لها الخضار والمرتديلا والجبنة فوقها كمان. هيك عم بحشي أطراف البيتزا بالجبنة. لحتى أخلصها تماما. طبعا أنا كنت عم سابق الوقت لأنه حسيت إنه خلص الوقت ضاق علي كتير وبدي أخلص بأسرع وقت ممكن، فلذلك كانت حركتي سريعة جدا، والحمد لله الله يسرها يعني. هيك بحط قطع شرايح من المرتديلا. هلا بحط طبقة تانية من الجبنة وكمان بتكون جاهزة. هلا بدي احط كمان رشة زعتر مثل ما شايفيني عم بحط، وبعدين بدي احط شوية زيت زيتون ورشرش عليها من برا زيت زيتون، وهيك بتكون جاهزة لحتى تنخبز. دهنت الحواف بالبيض، صفار البيض، لحتى يعطي لون ذهبي. هيك طلعت خلية النحل صارت جاهزة، وهي البيتزا كمان طلعتها وصارت جاهزة مثل ما شايفين بهالشكل. كمان الهوت دوغ خلصته وطلعته بهالشكل، كان كمان كتير ظريف. وهيك انتهت يعني سفرتنا، بس الحقيقة هي ما انتهت لأنه بهالوقت اللي ما فرجيتكم اياه كنت عم بعمل شوكولا ميري، كملت التشيز كيك، عملت اشياء كتيرة يعني لبن مع هذا كريم كراميل. وهيك كانت حفلتنا، وان شاء الله يا رب يكون عجبكم تحضيراتي السريعة. وهيك يمكن ان شاء الله اكون فدتكم انه لما بيكون الوقت ضيق كيف فينكم تشتغلوا وتنسقوا لحتى توصلوا للمطلوب. وهيك كانت حفلتنا باخر السهرة. كنت مشتيتكم معنا، ويا رب تضلوا بخير واولادكم بخير، وان شاء الله باذن الله بشوفكم بفيديوهات جديدة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب اذا عجبتكم القناة، ولايك، وشيروها مع رفقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.